بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم بسمة أمل. اليوم راح نشارك معكم طريقتي في عمل بوراك محشي بصدر الدجاج وصوص بشاميل قوة في المذاق. راح تولي مدمنة عليه في هذا رمضان. هذا البوراك يجي خفيف بزاف بنين وطريقة التحضير بزاف سهلة. نخليكم مع الوصفة وإن شاء الله تنال إعجابكم. نبدأ بسم الله على بركة الله. طريقة التحضير: أنا خديت طنجرة أو مقلاة كما حبيتي، حطيت ملعقة كبيرة تاع مارغرين وملعقة كبيرة تاع الزيت، خليت الزيت يسخن شوية، ضفت بصلة كاملة اللي كنت قطعتها رقيق، نقلي البصل مليح على نار هادية، ونضيف صدر الدجاج اللي كنت قطعته مكعبات صغار أو ممكن تخليه شرائح لأنه من بعد راح نرحيه كل شيء. أنا صدر الدجاج على حسب أفراد العائلة، أنا حطيت صدر صغير، نقليه هنا مليح مع البصل. هنا نضيف نص مكعب مرق دجاج باش يعطيله بنة. نكمل نقلي مليح كما هو موضح في الفيديو. هنا نحط رشة تاع فلفل اسود، رشة توابل دجاج، وفي الاخير نضيف له رشة كمون. نكمل نقلي حتى يطيب الدجاج مع البصل. هنا لما برد لي الحشو حطيته في الاشوار نرحيه. هنا راح نرحيه غير شوية، اذا حبيتي ترحيه مليح لك الاختيار، ومن بعد نخليه على جنب. هنا راح نحضر صوص بيشاميل. جبت كسرونة حطيت عليها ملعقة كبيرة معمرة تاع الزبدة كما مرفين نحضر لصوص بيشاميل ونخليه يذوب. وبعد نضيف عليه ملعقة كبيرة ونص تاع فرينة، نحركهم مليح بالفوي على نار هادية حتى تتجانس الفرينة مع الزبدة. وبعد نضيف الحليب تدريجيا، حوالي كاس تاع الحليب. هنا لاصوص بيشاميل راح نعملها ثقيله، ما راحش القوام تاعها لازم يكون ثقيل، ما لازمش يكون خفيف. نكمل نحرك باستمرار. هنا نضيف لها نص مرق دجاج ونبقى نحرك فيها حتى تعقد لي ويصير القوام ديالها بهذا الشكل. هنا نضيف لها رشة تاع فلفل اسود، وفي الاخير نضيف لها جبنة طرية، يعني جبنة طرية كما على بالكم اللي راح تعطي لها الصوص بيشاميل بنة. هنا كنت طفيت على النار ونبقى نحرك في الجبنة حتى تذوب لي. هنا نخلط الصوص بيشاميل مع الدجاج. شوفوا ما شاء الله القوام تاعها جا ثقيل وجا بزاف بنين. وفي الاخير نضيف رشة تاع معدنوس، وهنا الحشو ديالي يكون جاهز. هنا خديت ورق تاع ديول او في دو بريك. انا اخترت هذه النوعيه تاع صالحه، بصراحه بزاف هايلين. نحط ورقه تاع ديول فوق الصحن ونطويها على تنين بهذا الشكل من الجهتين، ونحط الحشو في الطرف كما موضح في الفيديو. هنا نحط كميه لا باس بها، وفي الاخير نضيف له مبشور تاع الجبنه. اذا حبيتي تضيفي له زيتون اخضر مقطع قطع صغيره لك الاختيار. نرولي ورقه تاع ديول بهذه الطريقه، ونغلق البوراك تاعي بالفرينه والماء اللي كنت حضرتهم من قبل، او ممكن تغلقيهم ببياض بيضة. نكمل كامل الكميه اللي بقات لي ونعاود نرجع لكم فيما بعد. خليكم مع الفيديو.
هنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي كانت عندي راح نقليهم في الزيت. جبت مقلاة وحطيت عليها كمية من الزيت. راح نحط البوراك ديالي، يعني بعد ما خليت الزيت يسخن مليح نقص له باش ما يتحرقوا لكمش. نحط البوراك تاعي بهذه الطريقة ونبقى نقلب فيهم كل مرة حتى ياخذوا لي هذا اللون الذهبي. ومن بعد نحطهم في المصفاة يتصفاو من هذاك الزيت ونحطهم في بابي ابسوربو. اذا ما حبيتيش تقليهم في الزيت تدهنيهم شويه بالزبده وتدخليهم في الفرن تاني يجوا مقرمشين ويجوا بزاف بنان. نكمل نقلي البوراك تاعي ونعاود نرجع لكم في الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع اليوم. بوراك مع الشوربة ما شاء الله. هنا الوصفة تاع الشوربة كنت حطيتها في قناتي، راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف. اسمعوا لي هذيك التقرميشة. بوراك تاع الدجاج وصوص بيشاميل جا بزاف خفيف ورائع، وهذيك الحشوة الجبنينة اقتصادية، يعني غير بالطرف تاع الدجاج عملنا حشو دايب وبنين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ولا جربتوها ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا قناتي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر المنبه ليصلكم كل جديد. تلقوا في الوصفات الجاية. مع السلامة، في أمان الله. سلام.